السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة الفيديو مليان، هنتكلم على بكاء زيزي، وهنتكلم على غلط ياسمين في المتابعين، وصدفة وفسيخ صدفة، والحاج جابر وهناء واستاذ رضا. نبدأ الأول بزيزي. زيزي بقالها كام فيديو، بقالها داخلة يمكن يعني من الفترة الأخيرة. زيزي على طول طالعة تعبانة، طالعة مش قادرة، بتعيط، وقعت، عملت، خلت، الله يعينها. طبعا هي في وقت يعني طبيعي اي بني ادم في الدنيا، اي واحدة في الدنيا لما بتبقى حامل بتبقى تعبانة. هو ده اكل عيشها يا جماعة، يعني القناة اكل عيشها، مش هو اللي هي بتصوره ده اكل عيشها، لا القناة ده اكل عيشها. معنى انها تطلع مش قادرة تصور بس عايزة تصرف على بناتها. سبق وقالت قبل كده انا مش هخلي جوزي يصرف على البنات، حتى لو بيجيب لهم حاجة حلوة، بيجيب لهم كده، بيجيب لهم كده، ولكن هو يعني هي شايلة العيال، فهي مش قادرة تصور، مش قادرة تجيب أفكار. فبتعمل ايه الست؟ بتقضيها يلا أنا عاملة لكم، بتطلع تشكيلكم، بتطلع تفضفض لكم. عملت فيديو أخير صعبت عليا قوي، طالعة بتعيط، طالعة بتقول أنا تعبت من كتر ما أنا تعبانة، أنا حاسة إن أنا تقيلة. هي غالبا عند مامتها. انا حاسه ان انا تقيله، انا حاسه ان انا محدش ايوه قال لي انتي ليه فيكي ايه، ولا انتي تعبانه ليه، ولا ولكن انا حاسه ان انا تقيله، وانا ما بحبش الاحساس دوت. انا نفسي اخف، نفسي اقوم علشان اعمل كل شيء كويس، واعمل لكم افكار جديده. ده دليل انها سمعت اكيد قنوات النقد اللي ما يعلم بيها الا ربنا، اللي بيقعدوا يقولوا ما هي بتعمل كده علشان تطلع وتبان انها تعبانه. وده طبعا ما حصلش يا جماعة. هي ما بتستحملش، هي بتطلع تقول لكم انا فيا وعليا علشان تثبت ان انا مش قادرة اصور، انا مش قادرة اقف، وانا عايزة اكل عيش. فبتضطر تصور نفسها وهي بتاخد ابرة، بتصور نفسها وهي تعبانة، بتقول مش عارف ايه. رفقا بالناس يا جماعة، رفقا بالناس. نخش بعد كده على صدفة. ناس كتير انتقدوا صدفة، او يعني سمعت ان هم اتكلموا وعلى موضوع فيديو الفسيخ. هي نزلت عملت فسيخ وجابت سمك وعملت فسيخ ما شاء الله، والدنيا تمام وفل الفل وكل حاجة تمام. ها ايه وبعدين؟ قالوا لك لا، صدفة بنتها لافا قعدت جنبها على الرخامة. طب ايه المشكلة انها قعدت جنبها على الرخامة؟ قلت لك قعدت، والمفروض ان البنت تلبس شورت ولما توصل لسن معين قدام الكاميرا. اولا انا شفت الفيديو ده، وشفت صدفة اللي هي لافا الصغيرة طلعت على الرخامة، راحت غيرت، كانت لابسة في اول الفيديو بيجامة، وبعد كده راحت غيرت لبست فستان، وجت قعدت جنب امها، بقت عماله تشد في جلبيتها او الفستان اللي لابساه لحد ما نزلته تحت ركابها، وقالت لامها خلاص يا ماما بصي انا قاعده حلو ازاي. قالت لها ماشي. يعني المعنى الكلام ان هما مش مأخدين، يعني هي مش مأخده البنت انها تقعد كده قدام الناس، لا. يعني صدفة مربية بنتها ان احنا لما نبقى قاعدين قدام حد تداري نفسك. مفيش داعي ان القنوات التانية تطلع تقول لك ايه، احنا ده اللي كنا خايفين منه، البت قاعده مش عارف عامله ازاي، البنت ولا في اي حاجه باينه منها، البنت قعدت تشد الفستان لحد ما سطرت نفسها. نخش على الموضوع الثالث، وموضوع مدام هناء. مدام هناء شغالة تصوير يا ولاد، شغالة إشي خيال يا ولاد، وراحة جاية مع صاحبتها وأخذ الحق حرفة، وهنعمل وهنخلي وهنسوي والكلام اللي انتوا عارفين. وده كله على عيننا وعلى راسنا، ربنا يكرمها أمين وتاخد حقها وتستقر نفسيا. ولكن أستاذ رضا نزل بفيديو رد فعله على اللي بيتقال. هو ما جابش سيرة قوي في البث بتاعه، ولكن قال الناس بيقولوا ان انا سبت
بيتي وقاعد في فندق اهو، الفندق اللي انا قاعد فيه اهو، بصوا انا قاعد فين، بصوا انا مش عارف ايه، بصوا ايه. طبعا هو ولا قاعد في فندق ولا حاجة، الكلام باين يعني ان هو فيه وصل له ان حد بيقول عليه ان هو هرب وساب بيته وقاعد في فندق او هربان، ولكن ده ما حصلش. هو الراجل قاعد اهوت في بيته ومفيش اي مشاكل والدنيا زي الفل. فالراجل وضح يعني فكرته، انا قاعد ومش قاعد، ده حسيت يعني ان هو بيرد ايه ضمنيا كده، ان انا هوت مفيش اي حاجة والدنيا زي الفل، وانتوا فاكريني ان انا مشيت، وانا ولا مشيت ولا حاجة، وانا كويس، وانا والكلام ده كله. ربنا يهدي لهم حالهم، امين يا رب العالمين. نيجي بعد كده للحاج جابر. الحاج جابر ناس كتير قالوا لك على الستوري اللي نزله محمد انه قاعد على كرسي متحرك ولابس شتوي ومحمد لابس شتوي، فمنين ومش منين، والعملية ومش العملية. طب ايه يا جماعة، انتوا مأذيين في ايه؟ ده شكله باين انه ستوري قديم، ده شكله باين ان ستوري قديم. قال لك لا، ده هو تلاقيه عامل الموضوع دوت علشان فيديو ابو زياد اللي نزله وقال فيه ان اخته نايمة في الشارع. اولا احنا قلنا قبل كده انها ما كانتش نايمة في الشارع، هي الست كانت نايمة قدام المستشفى اللي جوزها محجوز فيها. فقال لك ده هم متعمدين ينزلوا الفيديو ده، قال علشان يثبتوا ان هو ان هو تعبان اهوت. يعني هو اولا الحاج جابر ما بيردش فيديو بفيديو، ما فيش الكلام ده يا جماعة خالص. والعملية جديدة لان طبعا يعني كفاية حضور حمدي، يعني حمدي كونه انه ظهر في العملية يعني موجود ولابسين سيفي، هو ستوري قديم كان مصوره محمد وخلاص، يعني ملهوش اي 30 لازمة. نيجي لاخر موضوع، وياسمين والبث المباشر اللايف اللي عمله ضني، وكان الناس نازلين عليه تعليقات ملهاش لازمه وعمالين يقولوا له امك ومش عارف ايه، ونحن كلنا ام ضني ومش يعني غالبا كانوا بيكلموه، فبقى يقول لهم يا جماعه انتوا ما تعرفوش حاجه. جت ياسمين في اللايف قال لها انت ما بتستحمليش اللايفات ديت، فما فيش داعي. قالت له لا انا هقعد، فقعدت فعلا وبقت تشوف التعليقات وبقت تقول انا مش عايزه ارد، انا مش عايزه اتنرفز، انا مش عايزه حرق الدم، انتوا فاكريني ايه، انتوا ما تعرفوش حاجه، انتوا لو تعرفوا حاجه تعرفوا اللي بيحصل، هتعرفوا هتيجوا تأسفوا لي وتقولوا لي ان انا مظلومه، وهتيجوا تقولوا ما تزعليش ياسمين مننا، زي ما واحده بعتت لي على انستجرام وقالت لي الكلام دوت. فاللي عاجبه اللايف عاجبه، اللي مش عاجبه يطلع بره. بقى ضني يقول لها طب بالراحه انت ما بتستحمليش اللايفات دي، قالت له انا ما بحبش حرقه الدم، ما تفورش دمنا. شكلها كان باين عليها انها متضايقه، قالت انتوا ما تعرفوش حاجه، انتوا ما شفتوش اي حاجه. واحده حتى بتقول لها كلنا ام ضني، قالت لها ما تنزلي يعني كلنا كذا، قالت لها انت عماله تقولي لي كلنا كذا، طب ما تنزلي التحرير احسن. فكانت بتتكلم مع المتابعين جامد قوي بصراحة، ما كانتش شارية حد، لان خلاص مش معنى كده ان يعني انا مش بديها الحق انها تقول اللي هي عايزاه، ولكن يا جماعة برضو ما احنا ما نجيش نضغط على واحدة ونقول لها بقى احنا ملناش دعوة، يعني انتي وحشة وانتي فيكي. يعني ياسمين بقالها كتير قوي بتاخد الكلام ده، بقالها كتير قوي بيتقال لها انتي وحشة، بيتقال لها انتي ظالمة، بيتقال لها، واحنا ما نعرفش حاجة. وهي قالت يا جماعة ما تستفزونيش، ما تخلونيش ان انا اتكلم كلام ملوش لازمة، وان انا اقول حاجات المفروض ما تتقالش. انتوا لو تعرفوا الحقيقة هتقولوا ان انا اللي مظلومة. فاللي ما عاجبه اللايف عاجبه، اللي مش عاجبه خلاص. فمن الافضل ان احنا ما نحاولش احنا كمتابعين نسخن الدنيا. يعني في متابعين بيسخنوا الدنيا، اللي هو يخشوا على الست ويقولوا لها يا ظالمه يا اللي فيكي سايبه ام ضني اجدع واحده في الدنيا واللي، واحنا ما نعرفش حاجه. مش معنى كده ان احنا بنسيء لام ضني، ولكن احنا نتمنى ان الدنيا تروق، امين يا رب العالمين بينهم ويتصلح حالهم، امين يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان يعني اكون حاولت الخص لكم فيديوهات لليوتيوبرز. تنسوش اللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا باي باي.